يا الله، السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله مرتاحين حبايب قلبي. إن شاء الله رجعت وياكم بالجزء الثالث، كيف تصنع سرير خشب. حبايب قلبي، هسه مثل ما تشوفون أنا قاعد أتهذني، قلت لكم عليهن. هذني الرجلين، وهاي القصة تصير مناك. القصة اللي قصيناها سويناها، ونقعد بالبداية ندق هذا الصفاح. بعدين نقعد الطولانيات هذين الخشبتين اللي بالطول. اول مره ندق بهالصوره هاي، هيك تصير. شوف حبايب قلبي منا، يعني هاي راح توقف هيك عدله تصير، هاي توقف هيك. تمام. هاي القصه منا، والقصه منا، هاي القصه تصير لجوا. وهاي مثل ما قلت لكم هي 15 سنتيم قصيت هاي القصه، فصارت هيك بهالشكل، هاي مرتبه. اهم شيء حبايبي، اهم شيء من تشتغل الشربايه تدقها. تمام. ما تنسى انه تخلي مايونيز للشربايه مالتك، للخشب. اهم شيء المايونيز تخليه، هذا مايونيز، شوف تخلي له مايونيز حتى شنو الشربايه تكض تصير قويه. حبايب قلبي، هسه بعد ما خلينا المايونيز هنا، شو تسوي؟ تجيب هاي الخشبه تقعدها بهالصوره هاي، وتشوف العداله مالتها منها، يعني تعدلها هيك شويه هيك بحيث تكون مضبوطه، بحيث هاي الخشبه تساوي هاي الخشبه يعني بمستوى واحد. حتى لو مثلا تستخدم هاي المسطره هيك، تشوفها، شوف هيك شلون، يعني يكون ماكو فراغ هنا. هسه انا جاي اعدل بيها شوي شوي، شلون تكون عدله منها وعدله منها هيك، حتى تجي عندك بمستوى واحد، يعني ما تطلع عندك الرجل وحده صاعده وحده نازله، يعني يكون يطلع عندك هذا الركن مضبوط 100%. هذا 100%. هسه بعد ما دقينا الرجلين هذني ما تشوفون، قلت لكم ما تدق هاي بالبداية الطويلة، ما تدق الطويلة بالبداية على هاي وبعدين تدق هاي العرضانية، تدق العرض بعدين تدق الطول. هسه هاي ايش راح تصير؟ راح تصير هيك راح تصير، ومنها وحدة وكذلك هاي وحدة وهاي وحدة، هاي هيك. ان شاء الله واضح. هاي هيك، ذني تطرحها منها وحدة ومنها وحدة هيجي، حتى يكون عندك الشغل حلو. هسه راح ادق هذني منا ومنا الطولانيات، بعدين ارجع ادق العرضانيات اللي بالنص، اقسمهن على 50 سنتي. حبايب قلبي، هسه دقينا الاطار مثل ما قلت لكم، دقيت هاي الرجل وهاي الرجل وهذني بالطول، بس كون هنا شنو، كون عدله منا، هاي كون عدله ويا هاي، عدله ويا هاي الرجل، عدله مناك، يعني يكون الاركان مالتها كلها عدله. تمام. هسه قاعده تشوفوها لا بيها ملعب، لا تتحرك ولا هم يحزن. شوف كل ملعب ما بيها. من تضبط هاي الرجل، اذا هاي الرجل طلعت عندك شويه منها، او هاي صارت نازله والشربايه بعد ما تقعد عندك، لازم هذا الفوق يكون عدل بمستوى واحد، والقياس مالتك هذا مالت الرجل يكون عدل 100%. تمام. بعدين تبدي انت تعدل هذا الفوق، وهذا خليه على الستندر، عشان عندك خشبة ستندر منها عدلة، مو قصة المنشار مالتك، على الستندر تخليه عدل. هذا الإطار مال الشرباية، وبقى عندنا ذن ثلاثة هسه راح ندقن بالنص. طبعا هنا أنا ما دقيت، بس مسمارين للتثبيت. من ندق ذني وأكمل أرجع أترسها بسامير. وأهم شي المايونيز موجود. حبايب قلبي، هسه كملنا الإطار وقعدنا ذني ثلاثة. طبعا أدري المسافة كبيرة، بس أنا عندي MDF تقريبا سنتيمين أو سنتيم ونص الثقل مالتها، والمسافة كبيرة. ليش؟ لأن الخشبات ما كفني. المسافة 50، المفروض هي تصير 45 تقريبا 40، حتى شوية الشرباية يطول عمرها. فأنا لين ما عندي خليت انقسمتهن على 50 سنتيم. هسه شوف المسافة صارت هنا هي متساوية بس كبيرة، المفروض انه تصير لحد هنا تقريبا هيك، فت 45 40 سنتيم.
حتى الشرباية يصير يعني عمرها أطول. هسه كمل الدنيا على مسمارين، ومثل ما قلت لكم هنا داق مسمارين فقط. راح ارجع اترس مسامير، مثلا هنا اخلي 3، هنا اخلي لي فد 4 بعد. ادق هنا بسمارين وادق هنا بسمارين، يعني بالرجل يثبتن هنا 4، وهاي بالاطار يثبتن 2، يعني يصيرن 6. وغرق بعض شغلات، يعني ان شاء الله شرباية قوية.